بسم الله الرحمن الرحيم. متتبعي قناة عبد القادر، مرحبا بكم. تنتلاقاو بجديد في حلقة جديدة من برك واشركم ورمضان كريم. بغيت نذكركم بواحد الساندويف واحد لابليكاسيون تديروها في التليفون ويمكن لكم تصلوا بها الفلوس، بحال الناس ديال الخارج يرسلوا بها الفلوس الناس ديال المغرب. ساندويف راه مهمة بزاف، راه آمنة، فلوسكم راه في الأمان، وراه بواحد السرعة كبيرة. قلتها لكم ديك المرة وقلت لكم شحال من مرة، وهذه العملية ناجحة 100%. واليوم بغيت نذكر بها المواطنين بسرعة وبأمان، أمان وثقة كبيرة. قلتها لكم ونجحات عند بزاف الناس هذه العملية هذه، وشكروا هاد الناس بزاف بزاف بزاف، وشكروا حتى الناس قالوا شكرا اللي وريتينا هاد لوبسيون هذه ديال الساندويف. جربوها وغتشوفوها. هاد العواشر الجاية الناس سيرتو الناس اللي برا في الخارج أو في الداخل اللي بغا يصيفطوا فلوس يصيفطوهم بساندويف. تدير سميتك والنمرة ديال لاكارت ديالك او الباسبور ديالك او كارت سيجور، والسيد اللي غتصيفط ليه خذ النمرة ديال لاكارت ناسيونال ديالو وخذ سميتو تكون ما فيهاش غلطة، وديرو خراز كود برومو خراز، وغتستافدو من واحد 10 ديال الاورو. هذه كانت تجربة وصيفط ليه عبر ساندويف، راه الفلوس غتوصل مأمنة وغتوصل بسرعة. وجربوها معنا. الحلقة ديالنا اليوم واحد الصدفة غريبة، غرائب الصدف اللي بغيت نسميوها غرائب الصدف. واحد السيد يخدم في واحد الشاحنة كبيرة، تيمشي حتى لبرا وتيرجع في ديك الشاحنة. جالو واحد الحي وكرا واحد لابارتمون كراها، وفي ديك لابارتمون مفرشها وداكشي، وجاب معاه مراتو حسب ما قال تا هو الجيران، قال لهم هذه راه مراتي. ووصى واحد مول الحانوت تما، واحد السوسي وصاه قال لي ودي هذه راه مراتي. هو تيتقدم لعندو قال لي هذه راه مراتي، ولا بغات شي حاجه عطيها ليها حتى نجي انايا تنغيب 3 ايام 4 ايام نجي نخلصك. السوسي قال لي واخا. اتفقوا على القضيه هذه. بقات المراه تتجي ديما عند السوسي وتتاخذ اللي بغات وتديه. هي قالت للسوسي بانه قالت لي هذه راه داري مع راجلي، ولكن عندي دار الوالده، بويسكو حيت راجلي ديما تيسافر، انا تنمشي نجلس في دار الوالده حتى تيجي هو، حتى هاد السخره تناخذها تندير الوالده حيت تاكل عندها وشرب عندها وداك الشيء. ملي تيجي هو تنتلاقاو في الدار، تندوز مع داك النهار يومين وتيمشي. مزيان، ما فيها حتى شي مشكل، ما كاين حتى شي باس. من سولو السوسي تيقول هذاك السائق راجل مزيان، راجل معقول، من نهار اللي سكن هو تيجي تحت دير فليساتي. ما عمرو شي مره قال لي ما عندي شاي، او قال لي عطيتيها ولا ما عطيتيها شي. واحد النهار هذاك السوسي جا عنده واحد السوسي اخر، عنده واحد المحل ديال البيع والشراء ديال المواد الغذائيه في واحد الجهه اخرى في نفس المدينه. هذاك شاف ديك السيده جات خدات ديك الصخره، هو كان جالس قدام الباب على كرسي، جاي يشوفو الجمعه في العشيه صلى وجاي يشوفو. الاخر ما تيحلش الجمعه في العشيه، جلس في كرسي برا، داك الكرسي هذا تيعطى عليه بقى جالس. الاخر مشى في البلاصيه، دخل لداخل عطاها داك الشيء اللي بغات ومشات في حالتها. ما ردتش بالها داك السوسي اللي قدام الباب. هذاك السيد سول داك مول الحانوت، سولو قال لي شكون هي هذه؟ قال لي هذه راجل راه ساكن هنايا، راه ساكن هنايا قدامي في العماره، راه عندها راجل شي فور تيدير اكادير الخارج، اكادير الخارج. قال لي تيقول لي انا بغيت شي حاجه عطيها لها، تنعطيها لها تندير مع الكارني. هو كيما قالت لي تعاود ليه، قال لي راه من تيجي رجلها تجي مع هنايا، ومن تيمشي رجلها تمشي عند امها. قال لي غريبه هذه القضيه هذه. قال لي علاش؟ قال لي هاد السيده ساكنه حدايا لهيه، والرجال ما تيسوق لا كاميو لا والو، الرجال خدام جي تيار تيصاوب الطرقات. ويلي قال لي انا تنهضر معاك. شكون هي هاد السيده هادي؟ شكون هما هاد الراجل اللي في الجي تيار خدام تيصاوب في الطرقات في الاشغال العموميه؟ شكون هو هاد السيد هذا مول الكاميو؟ شكون هي هاد السيده؟ شكون هما هاد جوج رجال ديالها؟ بون، واحد السيد تيخدم في جي تيار، تيخدم الاشغال العموميه وتيصاوب الطرقات الوطنيه، تيمشي تيسافر، تيغيب يومين 3 ايام 4 ايام. الوقت اللي كانت الاعمال بزاف في الصحراء كان تيغيب حتى سيمانه و15 يوم. هنا
الاوقات اللي كان تيغيب بزاف هي الوقت اللي ولا خدام في الصحراء الدار البيضاء، الصحراء الدار البيضاء فين وقع الواقعه. هاد السيده، هاد البنت هادي مراتو هاد مراتو كان مزوج شي وحده اخرى هو قبل، طلق معها، ولد معها شي ولد مشى في حالتها، وهادي تعرف مع هادي معرفه ديال تلاقاو هو بها وتزوج بها بويسكو هو تيسافر مخلى مع والديها، هو تيسافر بزاف مخلى مع والديها، عنده الدار ديالو خاصه به ولكن مخليها مع دارهم لانه تيسافر، ومن تيجي هو من السفر تيتلقى معها في الدار ديالو. هذه بالنسبه للراجل الاول. مول الكاميو هاد مول الكاميو تعرف معها حتى هو، تعرف معها وهي مزوجه ودار بها علاقه وهي مزوجه وعارفه، وقال لي بانه هو مزوج وهي قالت لي بانني مزوجه. اذا اتفقوا باش يديروا احتياطات لان تقول ليه راجلي راه تيغيب سيمانه ولا 10 ايام ولا يوم وتيجي نرد مع البال. الاخر قال لها حتى انا راه ندير كاميو تندير اكادير اسبانيا وتنغيب على 3 ايام 4 ايام عاد تنجي. اتفقت مع واحد القضيه شنو هي، بانه هو غادي يكري في واحد الحي اخر بعيد من الحي ديالهم، غادي يكري في حي اخر وفي ذاك الحي تما غتبقى تجي عنده. فعلا كرا في حي اخر، كرا في واحد العماره اللي تيشوف فيها مول الحانوت اللي قلت لكم، العماره مقابل معها. العماره قال مالي العماره الناس اللي سلموا عليه وكذا وكذا تيقدم لهم مراته تيقول مدام، تقدم لهم السيد يقول مدام. مالي الناس العماره ولا تعرفوا هذيك مراته عارفين الناس لانه بوشا غايب من الناس الهضره تهضر لانه مزوج بها، وبانه لما تيسافر هو بالكاميو تمشي عند امها ولما تيجي هو تجي هي. هي تقول الناس اللي قراب العماره انا ساكن غير في الدوره غير هنايا، وهي ساكنه حومه بعيده. السوسي اللي تياخذوا من عنده المواد الغذائيه راجلها كما قلت لكم في الاول قال لي عطي لمرتي اللي بغات ومن نجي انا نخلصك، تعطي المراه اللي بغات. الاخر من تيجي تيخلصوا بويسكو الاخر عنده كاميو فريكو تيدي فواكه وداك الشيء الاسبانيا تيجيب ليه شويه فروه شويه هذا شويه تفاح شويه كذا تعطي ليه. ولات علاقه بيناتهم مزيانه، ولات واحد الصحبه ما بينه وبين داك السوسي حتى تهلا ليه في مراته او السيده اللي تيقول هو مراته اللي بغات تعطيها لها، حتى تقول له حتى ما تبغيش فلوس عطيها لها. بعض المرات تقول لها لي واحد 200 درهم 300 درهم تعطيها، الاخر تيجي تيخلصوا ما كاين حتى شي اشكال. بلا خبر رجع بلا خبر رجع هو بلا خبر مراته بلا خبر مراته تيتلقاو في ديك الدار. ومدين بحساب الوقت اللي يجي هو من اسبانيا خاص يكون رجع برا. بعض المرات رجع تيكون هنا في المغرب، تيكون هنا في دارها، تيجي لدارها ما تيوقعش اللقاء ما تيتلاقاش بها هي، ولكن الرجل من تيسافر تدوز الجهه الاخرى. هذاك السوسي اللي قلت لكم الصديق ديالو اللي جا عنده قال لي ودي دار معاه بحث معاه قال لي هاد المراه شكون هي؟ قال لي هاد السيده كيما قلت لكم. الاخر قال لي لا انا هاد السيده ساكنه هدايا في حومتي انايا ساكنين في دار وراجلها راه خدام في اشغال العموميه تنعرفوا. والعجب قال لي صاحبي هاد المصيبه هادي واش هادي مجوجه جوج رجال؟ قال لي الاخر ياك ما تشبهت لك ولا شي حاجه وكذا وكذا. قال لي لا. قال لي كيما عندها اختها تشبه ليها ولا؟ قال لي لا صاحبي وهي. وقال لي دخل سوق راسك دبر راسهم. قال لي داخل سوق راسي اللي بغى يوقع يوقع. ولكن هذاك السوسي الثاني ماشي مول الحانوت الثاني بقات تطلع وتهبط فيه هنايا تطلع وتهبط. هو نور خلى واحد الوقت رجلها جا هو اتصل برجلها حقيقي ديال الاشغال العموميه عيط عليه هضر معاه قال له ودي بغيت نهضر معاك بيني وبينك ولكن ما تنوض عليا صداع الله يرحم والديك ما تنوض عليا صداع. الاخر قال لي هضر انا اش كاين؟ قال لي مراتك عندها شي اختها تتشبه ليها؟ قال لي لا. مراتك ياك عندها جلابه زرقاء ياك وجلابه قويه؟ قال لي ايه. شي حد تيلبس مع عيدكم الجلاب؟ قال لي لا. قال لي ودي انا كنت عند واحد صاحبي سوسي عنده واحد الحانوت وتجي عندك الحانوت وتاخذ كارني من عنده تعطيه كارني ديال الكريدي وتاخذ عنده كريدي تكريديها مواد غذائيه وتكريديها فلوس. بعض المرات وسولت داك صاحبي قلت لي ودي هاد السيده هادي ساكنه هدايا
قال لي هذاك صاحبي لا راه ساكنه في هذه العماره وراه مزوجه واحد السيد عنده كاميو. قال لي راه سيدي اخ وبغيت نقولها لك انا صاحبي عندها شي اختها تتشبع ليها ولا شي حاجه. قال لي توريني هذه العماره هذه. قال لي نوريها لك. داه وقال لي خلاص سمو الحانوت. ما قلت لي ما قلت لك ها العماره فين ساكنه هنا فين ساكنه. قال لي وانا شوف انا ما جبدنيش. قال اخر صافي ما كاين حتى مشكل. قال لي راه تكون هزت الصورت في يديها تنزل من الدار وتتربط الصورت بيديها هذه الجماعه الثالثه تنشوفها انايا. قال لي ما كاين مشكل. قال لي هذه الجماعه هذه راه كانت. قال لي كانت. قال لي انا كنت غادر نيت ما كاين مشكل شكرا بارك الله فيك ما ندير والو. هذاك مشى لمراتو وكان ولادو قال لهم طلعوا الفوق عنده جوج ولاد طلعوا الفوق بنت ولد قال لهم طلعوا لان عنده الدار السفلي الفوقي وشد المراه وبدا تيحاسبها. قال لي غتقولي لي اش داك ديك العماره وشكون هذا تيخلص لك المواد الغذائيه اللي تهزي تدي. واش انا ما تنخليش انا ما تنخليش ليك انا تخليك المواد الغذائيه انا تخليك فلوس وانت تشادو الحال تهزي فلوس وتهزي مواد غذائيه تديهم فين تديهم. شكون هو هادشي فرمول الكاميو. انا دابا جبت كلشي كتفها وهددها ليلا بالليل هددها بالموس. قال لها انا غنقتلك اليوم قول لي الصراحه بغيت نعرف الصراحه بغيت نعرف الصراحه قول لي كلشي انا عارف كلشي. هي شافته عارف كلشي قالت ليه وانا نقول لك هادشي راه كاين انا كنت نعرفو قبل ما نتزوج بك تنعرفو وكاك وبقى تيتبعني وعاود تعرفت معاه وانا في الغياب ديالك نتلاقى به وراه ما كاين والو وكذا. قال لي غتمشي معايا لديك الدار دابا. هز طومبيتو دا ديك الدار في الليل ودخلها وقال لها السوارت حتى راه بسطامي. دخلها حل الباب ودخل قالت لها هي الدار في كاينه. هي دخلت الدار فيها شي فوتويات بحال هذاك الاتات ديال الزفري. قال لها هنا تنجي انت وياه. قالت لي هنا تنجي انا ما خافت منه عارفه راجل واعر وداها كتفها من يديها زاب جنويه وداها تما ما لقات المراه ما تتكلم ما تقول. قال لها غير اعترفي انا غنطلقك ونمشي في حالتك ولكن بغيت الاعتراف تام كلشي. هي قالت لي كلشي وداتو ديك الدار. من دخل ديك الدار غاوا وياها والليل جبد واحد الجنويه هو يشدها ويقتلها. قتلها شدها وذبحها بعنقها وقتلها وخلاها مرميه وسد الباب وزاد في حالته مشى في حالته. الصباح تلقى بداك السوسي اللي قصو الخبر قال لي راه البارحه تنسولها زدت جلبتها وعلقت خلاتني تلهيت وما عرفتش مشات. قال لي شتي ولا درت فيك غير خير. قال لي الله يكثر خيرك ولكن راه هربت من الحرام انا كنت غندير البوليس وكنت كذا وكذا ونمشي نشوفوا الدار ونشوفوا كذا ونشوفوا كذا هربات. ما قالش للبوليس مشى ديكلارا مرتي هربات وما قالش لهم بانه هو قال لي مرتي غبرات ما جاتش الدار البارح ما جاتش ما عرفتها فين هي وعرفت شنو وقع لها. ما قال لهم لا خي انا زوجيه ولا هذه ولا ديك. قالوا يجيب واحد الصوره ديالها جاب الصوره ديالها وداروا عليها البحث لفائده العائله وقال لي الله يهنيك الله يهنيك. مول الكاميو مسيق اخبار ما عرفش شنو واقع. عنده واحد كريسون صاحبو داك كريسون اي مساعد ديال مول الكاميو تيعاونو تيجي هو وياه تيدخل الدار وياه. مول كريسون فراسو كلشي كريسون فراسو بان المعلم ديالو هذاك راه عنده واحد الخليله ديالو وان الخليله مزوجه وانه من اجل هكا داك المحل تيتلاقاو فيه كلشي قالوا ليه. وكان داك داك مساعد مول الكاميو هذاك المساعد كان درب عقلو كان شحال من مره تيهضر معاه تيقول لي اسمع بعد من هذه يا صاحبي راه مزوجه عطيها بارتزاع شنو غطيح في شي طيحه وتوقع شي مصيبه كان تيقول لي خليني يا صاحبي صافي تنبغي وتتبغيني ما تسمعش ليه. هذاك النهار جاو عنده الساعه تحل الباب ولقى السيده ميته مذبوحه وسط الدار. داز عليها 3 ايام عاد جا هو لقاها ميته شافوا داك الشيء قال لي فلان قال لي نعم. قال لي هذا الله ما يكون غير رجال ولا شي واحد. انا درت معاه تنعيط ما تجاوبنيش سد اخويا نمشيو فحالنا. سدوا الباب الشيفور قال لجريسون شوف كلامنا يبقى هنا ما جيناش ما خرجش ما حتى شي حاجه صافي صلاتو على النبي. الا انا عيطوا عليا انا كاره هاد الدار ولكن هاد السيده ما عندي بها حتى شي علاقه اش بغا يوقع. قال لي واخا صافي كلمه الرجال الله يعاون الله يعاون شوف حالهم.
الصباح هذاك المساعد السائق دكريسون خمم بعقلو، خمم مزيان، قال مالي غنتفرج شي حاجه انا كاع داخل فيها تونا مصيد فيها، ومشى عند البوليس. مشى عند البوليس قال لهم ودي انا عندي واحد السيد اللي هو سائق ديال الكاميو، انا جريسون تنساعدو في كاميو كبير، تنديرو اكادير اسبانيا وتنعاونو وكذا، وانا عارف عنده واحد الخليله ديالو وعنده واحد الدار كاريها تما يتلاقى معاها بها، ولقينا مقتوله الباحث الثانوي، لقينا مقتوله. وقال لي صافي، قال لي هو قال ليه انت شاهد انا كنت 3 ايام هذه غابر؟ قال لي انا ما درتش هذه الجريمه. قال لي لا. قال لي المهم انا غنسد الباب ودبرت وبوس يدور اللي بغاو وانت ما تقول لهم والو. قال لي راه ما تقول لي والو، ولكن انا جيت قلتها لكم، انا جيت نقول لكم، انا خفت نقول لهم مرض في هذه القضيه هذه. فكر مزيان، رجل جريسون مساعد سائق عنده وليداتو، تيخمم مزيان، كون بقى ساكت كون دبر عليها. البوليس قال لي عطينا هذا مول الشاحنه والاسم ديالو وكذا وكذا، والشاحنه واش من شاحنه وكذا، عطاهم كاع المعلومات اللي خصك تخيلها، المعلومات ديالو كامله. مشاو للدار ديالو فيها براتو وليداتو، مشاو لقاوه جابوه للدار. الدراري الاخرين تيديروا المعاينه ديال التشخيص القضائي معهم الدائره ولا بي جي تتبحث، مشات ليه الدار زربات به هو الاول، جابوه ودخلوا للدار قبل ما تهز السيده. قال لهم هاد السيده هادي شكون هي؟ قال لهم تعرفها؟ سميتها؟ قلت سميتها فلانه. شنو العلاقه عندك بها؟ قال لهم عندي علاقه بها، تتبغيني وتنبغيها ونتلاقاو هنا. السيد خاف، السيد عارف بانه الدار سميتو، عارف بانه ما قاتلش، خاف، قال قول الحقيقه. قال لهم الحقيقه، قال لهم ودي انا تناقف عليك بحالكم، ما عرفتش شكون اللي قتلها، انا ما عرفتش شكون اللي قتلها هاد المرا هادي، انا كنت في اسبانيا وانا عندي ما يثبت ان ما كنتش هنايا، الا هذه 3 ايام انا ما كنتش هنا وما درتش هنايا وما عنديش اش خاصم معها، وما يمكنش انايا غنجي من السفر او ناخذها ونخليها هنايا، كون خليتها كون زيدها في كاميو ورميتها في شي خلا، انا راني بريء من هذا الشيء هذا. البوليس يشوف ان السيد حسب المعطيات، حسب التاشيرات وحسب الطريق وحسب كذا، بانه ما كانش هنايا. ولكن شكون اللي قتل هاد المرا هادي؟ شكون اللي قتلها؟ رجعوا لراجلها تيبحثوا معاه. راجلها طال الجبل ناكر سيرتو ديك الليله اللي هو تيقول خرجت، ما عرفت مالها خرجت انا جاي وما رجعت شيء. بقاو تيبحثوا مع الاهل ديال الراجل، بقاو تيبحثوا مع الاهل ديال المراه. واحد المراه من اهله، واحد البنيه، واحد المراه من العائله ديال القتيله اللي ماتت، قالت لهم شوفوا انا راه عيطوا لي ولادو في الليل، قال لي اجي عافاك، راه بابا تيضرب ماما، حنا كنا مشغولين ما قدرناش نمشيو. رجعوا البوليس عند الدراري ولادو، جابوهم، قالوا بعاودونا هذاك النهار اللي كنت واقف فيه شنو وقع. الدراري قالوا كان جاب با ودخل وقالنا طلعوا الفوق ما تهبطوش، وطلعنا الفوق الفوقي وسد عندنا الباب بالساروت وهبط ماما لتحت، وسمعنا تيضربها وهي تتغوت. واحد الوقت سمعنا خرجوا وياها في الطوموبيل ومشى، وحنا حلينا الباب وخرجنا لقينا الباب ديال برا محلول، الطوموبيل ما كايناش، بابا ما كاينش، هي ما كايناش. واحد الوقت في الليل جاب بابا وحده، الوالد ديالي جاب وحده، دخل، حنا ما سولنا، ما قدرناش نسولو، خفنا منه، خفنا يضربنا ولا شي حاجه حيت با مقلق بزاف. قالوا لي اش قلتي اشغال العموميه، اش قلتي في هذه القضيه؟ في الليل جيتي تحاسبتي معها، ضربتيها، خليتها لك فوق، سديتي على ولادك، هزيتيها بالطوموبيل مشيتي ديتيها، وفين ديتيها؟ قول لنا فين، قلنا فين ديتيها؟ كاع ما تبقى تخربق علينا هذه. عاود لهم قصته، هو شاف راسو ما عنده ولادو شاهدين فيه بانه ديك الليله هو اللي داها بسيارته، هو اللي داها، شهدوا فيه ولادو. قال لهم انا واحد السيد قال لي، السيد اش قال لي، وهذا السيد هو مول الحانوت اللي قدامي، جاوهم لذاك الحانوت، قال لهم سيدي ايه انا قلتها ليه، لان انا تمشي عند واحد السوسي بن عمي ولقيتها تتقدم من عنده، سول داك السوسي قال لي هاد المرا مزوجه واحد المول كامل في هاد العماره. قلت له ودي الله هادي راه مزوجه واحد السيد في شغال العموميه، راه ساكن حدانا حدا داري وتتقدس لها من عندي.
تجي تخدى اللي بغات، ولكن انا ما تنكريدي ما والو. وان الاخر قال لي لا انا تنكريديها، كان بغات الفلوس تعطيهم ليها، ان رجع قال لي عطيه الفلوس. مشاو جابوا السوسي مول الحانوت اللي تيكريديها، جا مسكين لانه حضر داك الشاف ديك الشوهه ديال الروح والموت، هاي بغض الله تما والامبيونس داكشي، جابوه قال لهم انا الراجل ديالها تيقول لي عطيه المواد الغذائيه، وتيقول لي الراجل عطيه الا بغى الفلوس، عطيه الفلوس، عطيه المواد الغذائيه. مع تحياتي سواسه، هذا السوسي مسكين صغير قال لهم هادشي اللي كاين، تنعطيه المواد الغذائيه، تنعطيه الفلوس، الراجل تيخلصني، انا تعرف هذاك هو الراجل ما تعرف حتى حاجه. حتى قال لي يا ابن عمي هذا، قال لي راه عندها الراجل الاخر، وقت اللي عندها الراجل الاخر براسو، صافي لي انا براسو. اعترف السيد بانه قتلها، واعترف بان ذاك السيد هو اللي قال ليه ارشدو، رد بالك ما تستدخلك، وتقدم للعداله، تقدم هو، وتقدم السيد اللي خبرو، تقدم كشاهد، وتقدم مول الحانوت كشاهد. شوف، وتقدم السائق، وتقدم السائق، تقدم خيانه زوجيه، والمساعد ديالو تقدم كشاهد. هاد القصه هذه هي في حد ذاتها تهضر على الخيانه الزوجيه. الخيانه الزوجيه تتبدا بين زوج اطراف، زوج الناس، رجل وامراه، هذا تيخون مراته وهذه تدخل راجلها، من تتبدا الخيانه الزوجيه. تيبداو بالتخباع وعندك ورد بالك وعندك عجب ولا شي واحد وكذا، وتيصابوا الرنديوات بعاد، ولكن انت تولي الخيانات الطوال ما تبقاش يردوا بالهم، انت الطوال ما تبقاوش حاضرين، ما تبقاوش يردوا بالهم، صافي تتولى عندهم حاله عاديه، تما فين تيطيحوا، تيبقاو يتلاقاو لما يتخباو، خدوا بالتليفون، تيسحبوا التليفون ني با كونترولي، تيبقاو يسافروا كاع، السفر ورجعوا، ما تبقاش عطينا اهميه. هو ما عطاش اهميه لمرته، هي ما عطاش اهميه لراجلها، كما وقع في النازله هذه، تتوقع الفضيحه وتوقع القتل او توقع شيء من هذا القبيل. الحلقه ديالنا انتهت، والى غد ان شاء الله. بون، واحد الحارس، نبداوها من الاخر. واحد الحارس دايز في حي السهريج. حي السهريج كاين واحد الغابه تما ما بين حي الفتح وحي الرياض في الرباط، غابه صغيره. داز من تما تيشوف واحد المنحدر، واحد الهبيطه كاين، شاف جثه ديال المراه مقطعه ومرميه. هاد الجثه ديال هاد المراه هادي تعرفات بانها جثه المراه من خلال الاطراف ديالها والجسد ديالها، تعرف بانها ديال المراه. هاد المراه مقطعه اطراف، الرجلين مقطعين حد الركبه، واليدين مقطعين من الفاصل، والراس ما كاين شيء، الراس ما موجودش في عين المكان. هذاك السيد شاف ديك المراه مقتوله مرميه تما، علم. جاو البوليس لعين المكان، جا السيد ولي الامن حتى هو جا لعين المكان وشافوا داكشي وما داروا حتى شي حاجه. السيد ولي الامن قال لهم علموا السي حلمي اللي حضرنا عليه، السي العربي حلمي اللي كان في الشرطه القضائيه وكان في لابريغاد كريمينال، هو اللي مكلب القضايا الكبار مثل هذه القضيه هذه، قال علموا باش يجي لعين المكان. جا السي حلمي، تلاقى السيد ولي، قال شوف حلمي، هذه القضيه هي عندك تكلف بها، عندك الضوء الاخضر، عندك الناس ديالك، توكل على الله. السي حلمي قام بالمعاينات الضروريه بعين المكان، شاف السيده، شاف الاطراف ديالها، السيده مقطعه اطراف ومدوره خنا شي دميكه تحنين، دوك الميكا اللي تنستعملوهم الان في مخلفات ديال المنزل. الجسد مغطي في ميكا، اليدين في واحد الميكا، واحد الرجل في واحد الميكا، ولكن هاد الميكا كلهم مكحلين، ثلاثه اللي فيهم الجسد وفيهم اليدين وفيهم واحد الرجل ميكات كحلين ديال البلاستيك، ولكن واحد الرجل ملفوفه في واحد القلع اللي تنسميوه القلع ديال البلاستيك. وهذاك القلع تبين من بعد مصوره فيه الخريطه ديال المغرب،
راك تعرفوا هذوك القلوعات يكون مصور فيهم الخرائط وفيهم التصاور تعلقوهم الناس، قلع ديال الطابله مصور فيه الخريطه ديال المغرب. عقلوا لها هذه الخريطه ديال المغرب، عقلوا لها هذا القلع ديال الخريطه ديال المغرب. بون جات الناس ديال التشخيص القضائي قاموا بالمهام ديالهم، خداو البصمات ديال المراه، صوروا المراه، قاموا بالعمل ديالهم. السي حلمي وقف العمليه على هذه العمليه، بقى تيفتش تيشوف في المراه، تيقلب واش شي حاجه تنفعو ولا تعاونوا، ما لقى والو. كاين جسد ديال المراه عريانه في الميكات كما قلنا مقطعه، الا واحد الخاتم شافوا في يدها ديال النقره هو يحيدوا لها. تيقول السي حلمي بانه لما بغى يحيد ذاك الخاتم من النقره كان شاد في ديال المراه، صافي ديال ماشي كيعاد ساهل باش يتحيد، صافي ديال داك الخاتم موده هو عندها، ربما كانت مخليها تما عمرها ما جربت باش تحيدو وتخدو، ولكن كان في يديها موده، لان الخاتم تنخليوه في يدينا واحد المده كثيره ما تنديوهاش فيه، لما تنجيو نحيدوه واحد تلقاو معاه مشاكل، تكون الصباع تنفخ ولا غلاظ عليه وتنحيدوه مشكل، حتى واحد مشكل. صافي ديال داك الخاتم بقى في ديك المراه واحد المده. هذا هو المحجوز الوحيد اللي خدا من عين المكان. وناض دار واحد راتيساج في عين المكان، قلب ديك الغابه كامله، قلبوها لا يلقاو شي اثار ولا شي حاجه تزيد تعاونهم في البحث، لقاو شيء. سولوا الجيران اللي تيسكنوا تما مجاورين للغابه، داروا ضرب. سولوا الناس اللي جاو من ديك الديور وجاو تيشوفوا في الجثه، تيسولوهم واش شافوا شي حاجه، واش تعرفوا هاد الجثه، واش شي مرة تما ما بقات شيء. تلفت قلبوا عليهم ما لقاو شيء، ما كان شيء. سولوا واحد الرعاة اللي تيرعاو تما عندهم شي بهيمات، شافوا شي حاجه ولا شافوا شي واحد رمى شي حاجه ولا شي. ما كاين حتى شي حاجه، ما كاين حتى شي حاجه اللي نفعتهم في عين المكان. كما قلنا مراه مقطعه مرميه في الميكات، ولا شي ميكا واحد الرجل ديالها في واحد القلع، خداو خاتم هو اللي عندها، حتى حوايجها ما كاين شيء، هي عاريه، جسد عاري. هزوا ديك المراه من تما داوها، ما قاموا الناس اللي مكلفين بالتشخيص القضائي قاموا بالعمل ديالهم، خداو البصمات ديالها، كدا هزوا المراه. السي حلمي عطى تعليمات لدوك الناس اللي غيدوا المراه المستودع البلدي، قال لهم شوف عافاك عندك شي بلاستيك من هذا وضيع، لما تعريو هاد المراه تما تحيدو من البلاستيك، هاد البلاستيك يتنقى ويتغسل لانه فيهم الدم فيهم كذا، يبقاو محطوطين عندكم تما ما يتحركوا شيء. السي حلمي رجع للمكتب ديالو باش يدير تقرير السيد الوكيل العام باش يخبروا على الجريمه هذه، كما هو الخدمه ديال كاع البوليس. وعطى تعليمات، او ماشي عطى تعليمات، خبر جميع الدوائر ديال الشرطه، تيقول لهم اودي اذا جا شي واحد يديكلاري البحث لفائده العائله، جا شي واحد يقول انا مرتي ما كايناش، انا امي ما كايناش، انا اختي ما كايناش، اختي خرجت البارح برا ما رجعتش، مرتي ما رجعتش، كذا، اي واحد جاي ديكلاري شي واحد غاب على الدار هكاك، شي واحد يخبروا في الحال. كانت هذه واحد الفكره مزيانه، فكره معقوله، بالاخص كاع اللي عنده الناس ديال الفرق الجنائيه واللي عنده البريغاد كريمينال في درك البوليس، لما شي واحد لقاو الجثه ديال الرجل وديال المراه مرميه في الخلا، هذه من الحوايج الاولين هي البحث لفائده العائله، نشوفوا شكون اللي تيقلب عليه، شي واحد جا البارح في الليل في لابيلونس تيقلب، شي واحد قلب عليه، شي وحدين عند مشاو عند دارك ولا مشاو عند بوز قال لهم امي غبرات ولا خويا غبر. هذه العمليه دارها ونجحات. رئيس الدائره العاشره اللي هي قريبه من ذاك المحل اللي فين تلقات الجثه، اللي هذاك المكان سميتو معروف بحي السهريج، وهذا هو العنوان اللي عطينا الحلقه ديالنا، جريمه حي السهريج. كما لاحظتوا هذاك رئيس الدائره، عميد الشرطه رئيس الدائره، خبر السي حلمي هاتفيا، قال لي هودي راه جا عندي واحد السيد، لان الجريمه اكتشفت الصباح مع شي 8 الصباح، السيد مع 11 تيقول ليه واحد السيد جا عندي هنا، تيقول مرتو خرجت من الدار، هزات حوايجها وخرجت الحيلي ديالها ذهبها، وخرجت كاع وهزت كاع اللوازم ديالها ومشات من الدار وغبرات، ما كاينه شيء. قال لي السي حلمي داك السيد جيبوه ليا دابا، هو تجيبوه دابا عندي.
جيبوا شي واحد يجي برفقتي، ماشي صيفطو تقول لي سير، يجي برفقتي. الدائره داروا الخدمه ديالهم بيان سور، داروا بحضره السيد وجابوه هو المحضر وجابوه السي حلمي ودخل عنده. السي حلمي عرف داك السيد معروف في الرباط، رجل عنده نفوذ وتابع لواحد المؤسسه مهمه في الدوله ومعروف. وكان لاعب ديال الكره واحد الفريق ولا ما نذكر سميتو، لاعب كبير مشهور. اجى عنده داك السيد عرفو السي حلمي وجلس قدامه وقال ليه كيفاش شنو وقع. قال لي اودي مرتي البارح راس العام مرتي انا مشيت كنت خدام في لا بيرمانونس في الديمومه في الخدمه ديالي، وجيت للدار ولقيتها هربت من الدار. تيقول هربات، وفي الكوميساريه قال لي في المحضر ديالو هربات من الدار. هزت سيدي حوايجها وهزت باليزتها وهزت الداب ديالها وداك الشيء وهربات. قال لي السي حلمي شنو وقع بيناتكم؟ قال لي والو، ما بقى حتى شي حاجه، هربات، هزت الحوايج وزات فين غتمشي، هربات الداب وكل شيء داتو، ما عرف فين تمشي. قال لي السي حلمي عطيني شي اوصاف ديالها، عطيني بعض الاوصاف ديال هاد المراه هادي، كيفاش دايره هاد المراه. وقال ليه انا المراه ديالي كوستو طويله، عندها شي 180، واللي تيميزها هي غليظه، مراه غليظه. السي حلمي شاف الجثه ديال المراه اللي مقتوله عندها هاد الاوصاف، مراه كوستو طويله ومراه غليظه وداك الغلط ديالها اوبيز باينه غليظه. السي حلمي قال ليه حط ليه داك الخاتم اللي لقاو ديك المراه بيديها. قال لي شوف هذا الخاتم، هذا الخاتم شوفه مزيان، جبد لي خاتم بحال هذا حطوا ليه ديال نقره. قال لي شوف هذا الخاتم هذا، حطوا لي قدامه غادي يشوف فيه. قال لي هذا الخاتم اش تيقول لك؟ هذا الخاتم عمرك شتيه؟ قال لي لا. عمرك شتيه؟ قال لي لا. ومرتك ما كانش عندها هذا الخاتم؟ شافوا الاخر قال لي لا ما عرفتش. ولكن هذاك السيد كان تيجاوب على هذا السؤال. هذا السؤال الاول بدا كان ماشي غير تيتعطل في الجواب، كان تيسهى، تيبقى يشوف مثلا في الخاتم، تيشوف وتيسهى حتى تيقول ليه حلمي السي العربي، تيقول ليه الشريف جاوبنا صاحبي. تيقول نعم. لا الخاتم ما عندي به حتى شي علاقه، ماشي ديال مراتك ولا شتي عند اختك ولا شتي عند العائله. تقول لا ما عرفتو شيء، ما عرفتو شيء. هنا السي حلمي خرج من المكتب ديالو وحيط واحد جوج من المساعدين ديالو، خرجوا قدام المكتب وقال لهم غتمشيو لمستودع الاموات فين دينا ديك الجثه، غتمشيو عند ديك المراه وغتطلبوا من الناس المسؤولين تما يقادوها، اي يحطوا الكسده، يحطوا بجنبها اليدين ويحطوا رجلين كما قلنا، اليدين مقطعين حد هنا والرجلين مقطعين حد الركبه، واللي قطعهم حسب المعاينه بحال تيعرف يقطع يقدروا يتهموا جزار، نقولوا جزار هو اللي قطع تقطيعه ديال حريفي، ماشي تقطيعه ديال شي واحد تيخربق، قطع مزيان دوز كتف من هنا كما تنحيدوا الكتف ديال الحولي ولا هذا، والركبه قطع مزيان الركبه والراس قطعوا مزيان، اي مشى مع الراس حتى لهاد الجهه باش يسهل عليه قطعوا كما تنديروا الحواله. قال لهم غتمشيو لامورك، هي مستودع الاموات، انا كلشي تعيط لها لامورك، نمشيو لمستودع الاموات وغتقادوا هذيك المراه وغتغطيوها بيزار كامله كما تغطوها بيزار كامله، وانا غنتبعكم دابا، ومن السول عيد ما كان حتى واحد فيكم ما يهضر، تسناونا تما حنا غنجيو. مشاو الاخوان قوموا العمل ديالهم، بقى السي حلمي تيزيد السيد في البحث معاه ومرت كيفاش خرجات وفين مشات وفين ضدنها انت مشات. قال ليه واش قد تكون مشات للدار البيضاء عند فاميلتها تدوز معهم راس العام؟ هي قالت لي بغيت نمشي للدار البيضاء عند مرتي ندوز راس العام، وزعما ما وقع بيناتكم لا خصام لا والو؟ قال لي ما وقع بيناتنا حتى حاجه والو. هزات ومشات للدار البيضاء، وقال لي تيقول لي مشات وتكون مشات للدار البيضاء حيت هي تمشي للدار البيضاء عند عائلتها. قال لي عطيني العنوان ديال عائلتها، عطيني شي تليفون ديال عائلتها، باها امها جدها كذا كذا. عطاه التليفون
قال لي هضر مع متصل سولو نتا رجلها. خويا سمتو ليه ديرو بارلور التليفون في التليفون ماشي بورطابل في التليفون، كان البورطابل ما كاين شيء، تيتصنتو ليه الناس تيجاوبوه تيقول لي ما جاتش عندنا. سي حلمي عاود اكد غدا التليفون وهضر مع عائلتها مع باها مع امها، قالت يا سيدي ما جاتش عندنا. قال لي مرتك ما مشاتش عندهم. السيد ديما تنقول لكم بحال هكا تيهضر معاه تيسها وتيعاود عاد يهضر، حتى نغزو كيما تنقول تنغزو تعاود يهضر. اتصلوا قال لي ما مشاوش. قال لي يلا نمشيو نشوفوا واحد السيده لقيناها مقطعه ومرميه في حي السريج. نمشيو ليها، مشى معاهم دخلوا مستودع الاموات، حطوا المراه في واحد البلانكار مغطيه بيزار كامله. السي حلمي تيعري ليه رجلين، المراه مغطيه كامله تيغري ليه رجلين، تيقول لي شوف هاد الرجلين ديال من هاد الرجلين؟ تقول لي ما عرفت. ما يكونوش ديال مراتك؟ تيقول لي لا ما عرفتش، لا ماشي ديال مراتي. تيزيد يعري ليه وتيسولو بيان سور، حافظوا المراه على المحارم ديالها. وفاتوا المراه تيوصلوا صدرها، لما وصلوا صدرها قال لي شوف دابا، شوف الجسد ديال مراتك كامل، شوف هذا الجسد ديال هذه المراه كامل، ماشي مرتك هذه. تيبقى ساهي. تقول له جاوب الشريف، تيقول لي لا ماشي ما عرفتهاش، ما عرفتش هاد السيده شكون. تيقول تاكد، تيقول ما عرفتهاش شكون. فين قلنا لي زار واقف في الصدر ما معرفش ليه الراس في الصدر، لي زار كان حد الصدر. تيقول له زيد شوف. تيقول واش نشوف؟ قال لي تاكدتي؟ قال لي تاكدت. ساليتي ماشي مراتك؟ قال لي ماشي مراتي. تيقول ماشي مراتي، ولكن ما قالش لهم عريو كملوا عريو باش يشوف الراس، كملوا عريو، لان هو عارف الراس فين هو، عارف الراس ما كاينش تما. ماشي قال لهم وعريوها كامله باش نشوف الراس، عريوها كامله، لا ما قالش. هذه حجه ثانيه، اذا بغينا نقولوا حجه ثانيه، ولا حاجه ثانيه اللي جات وجعلت الباحث السي حلمي ومن معاه تيقولوا في خاطرهم هذا هو المشكوك فيه الاول، هذا هو البريمير سيسبي، هذا هو المتهم الاول. ما يمكنش الراجل ما عرفش مرته، ما عرفهاش، ما عرفش الخاتم، ما عرفوش. وثانيا ربما هذاك الخاتم ماشي ديال مراته، ولكن ربما هذيك المراه ماشي مراته، ربما عنده الصح، ولكن داك السهو اللي تيسهى الراجل تيسهى، ولكن داك اللي ما عراش الراس قال لهم ما قالش لهم عريو لي الراس، عريو الراس نشوف، ما قالهاش. ما يمكنش. لما قالوا لك زيد تاكد واش هذه مرتك، واش مأكد ماشي مرتك، ماشي مرتي، غيقول لهم وعريو لها راسها باش نشوف الوجهه. هو لا سكت، ما قالش عريو الراس، صافي يدير هو عارف الراس في كاين، عارف الراس، عارف هو الراس بان المراه ما عندهاش الراس. قالوا لي يلا نمشيو معاك للدار ديالك. دينا الدار ديالك، داهم للدار ديالو. لما دخلوا في الدار ديالو شم واحد الريحه ديال التيد، داك معجون التيد، واحد الريحه غامقه في الدار فيها جليج بيض والحيوط فيهم فايونس وجليج في الارض، ولكن الريحه ديال التيد عاطيه بزاف، حتى ان داك اللي دار التيد اذا كان هو دار التيد باقي معجن ما دوبوش عليه مزيان. قال لي شد الريحه ديال التيد كثير هنايا. قال لي مرتي كانت موهل تبغي النهار كله هي مقابله سيدي. هذا الشيء تيقول هو مرتي مضروبه على الغسيل وعلى الحكان، والحكان في الارض، وحكان المرحاض، وحكان هذه وحكان هذه. واحد من المساعدين ديال السي حلمي قال السي حلمي غمزو وقال لي اجي تشوف. لقاو واحد تما تيو عادي محطوط حدا واحد الروبيني فيه واحد النقيطه ديال الدم باينه. شدو داك البوليسي قال لي شنو؟ قال لي السي حلمي داك التيو صغير، لان السي حلمي فاتني ما قلتلكمش بانه طلب من التشخيص القضائي وسعوا عليه لابورغ، ومن لابورغ داو معاه للدار. شاف السي حلمي داك الطلب ديال التيو وعطاه تشخيص قضائي باش يخليوه باش يديو داك الدم للخبره. التشخيص القضائي قاموا بالعمل ديالهم تما. الراجل تيقول بانه المراه مهلوسه، راها يمكن جمعت الدنيا وهي تتبغي تغسل بزاف، وهي كثرت التيد ولا عطاها الريحه ديال التيد، سيرتو في المرحاض، واحد المرحاض كله مجيز بالفايونس، عطا الريحه ديال التيد وداك الشيء.
سي حلمي قلب الدار ما بان ليه والو، تيقول لها سيدي ها المريم منين جمعت حوايجها وهزت حوايجها ودارت وفعلت وتركت، لقينا الحوايج مستفين، لان هاد المراه هزت الحوايج هزاتهم بشويه عليها، ماشي حوايج مخطوفين، هزت بخاطرهم، هزت حوايجها هزت بشويه عليها، لان الامور كلها مقاده في الدار. لان هذيك الريحه تيدلي بزاف. خلص سي حلمي ومن معاه الجيران تما تيسولوا هاد الجار كما تنقولوا حنا في البحث البوليسي بورتا بورت، باب باب، واش ما شفتيش فلانه الباح، واش ما شفتيش فلانه الباح، واش ما بانتش، واش ما سلمتش عليك، واش كذا وكذا. واحد الجاره عندها الفوق منها هبطات وجات عند البوليس، سلمت عليهم لاباس بخير سيدي انا جارتها الفوقانيه. نعم، قال احنا تنبحثوا بغينا نخليوك انت الاخر نبحثوا معاك. نعم انت شفتي هاد المراه؟ قالت لي ما سيدي انايا هذه جارتي والله يعمرها دار، حتى مع راجلها زعما مزيانين، لا بعض المرات تنسمع شي مناقشات بعضياتهم وهذا الشيء عادي. وانا بغيت ندوز البحر راس العام مع عائلتي وعندي نشير في السطح، ووصيتها قلت لها الله يعطيك الصحه الا ما انا غنمشي عند العائله ندوز راس العام، وقالت لي هي حتى هي غتمشي للدار البيضاء تدوز راس العام. وقلت لها شوفي خليني انا خارجه دابا، من تبغي تمشي انا هي المراه تمشي مع الصباح، قالت لها من تبغي تمشي جبدي لك الحوايج اللي في السطح اليوم. وقالت لهم ديك المراه ديما تتكلفني بشي مهمه تنقوم بها وتنكلفها بشي حاجه تديرها ليا، ما يمكنش ما ديرهاش، ولكن دابا من جيت لقيت الحوايج باقيين في السطح ما حيداتهم شيء، دوزت راس العام وجيت في السطح الحوايج باقيين، جاتني العجب كيفاش ما حيدهم شيء، راه ما حيداتش الحوايج. قلت لهم انا مشيت في حالتي، وهي خميتها قالت لي غنمشي للدار البيضاء، قالت لي هما تيبحثوا تما في الدار وتيقلبوا وتيسولوا الجيران وسولوا ديك المراه. هو يدخل عليهم دري صغير عنده 7 سنين، شكون هذا؟ قال لهم داك السيد هذا راه ولدي. قال لي ولدك؟ ايه. جابوا السي حلمي قال له لاباس اولدي لاباس بخير. فين كنتي؟ قال لي انا كنت عند دار جدي، داني با البال عند دار جدي، تلقى لي من المدرسه وداني عند دار جدي. قالوا له با هذا ولدك ديتيه؟ قال لهم ايه ديتو لدار جدو البارح راس العام، ديتو جدو. علاش ديتيه؟ ودزتني من المدرسه وديتو لدار جدو. الدري قالوا ليه امك سولتي عليها باك جيتي؟ قال لي ايه. قال لي راه هربط للدار البيضاء عند جدي. قال لي قلتي للدري هربات؟ قال لي وي ما لقيت الحوايج مشى وهذا عرفتها هربات. قلت لها للدري اللي هربات اذا الباح راس العام الدري ما كانش معاكم هنا في العشيه قبل الليله؟ قال لي لا ما كانش معنا، هزيتو ديتو لدار جدو. ملفت ديه لدار جدو، وبعض المرات امو غادا تمشي للدار البيضاء ولا بغات دوز راسها في الدار البيضاء، قلت لمو انا غندي الدري نخليه تما في راس العام عند دار جدو، وانا دزتني من المدرسه وديتو لدار جدو. كما تنقولوا ديما تيسعى في الاسئله تيسعى. قالوا ما كاين مشكل، هزوا الدري وعاودوا داوه لامورغ وداو معاه باه وسولوا الدري. قالوا ليه قول يا ولدي، عزلوه بوحدو، باه واقف تيشوف وقال لي انت التزم الصمت. سولوا الدري، جبدوا دوك الميكات دوك خناشيد الميكا وديك الخريطه حطوها قدام الدري. قال لي هادشي عمرك شتيه في داركم؟ بقى الدري تيشوف، قال لهم هاد الخريطه ديالنا، هاد القلعه ديال الخريطه ديالنا تديرهم في الكوزينه، تحطو فوق البوطاجي ديالنا وتحط عليه الكيسان. قال لي متاكد؟ قال لي متاكد. هزوا داكشي ومشاو مع الدار، رجعوا للدار وقال لي هاد القلعه وليدي فين تيكون؟ قال تيكون هنا فوق البوطاجي. جاو فوق داك البوطاجي لقاو بلاصه القلعه مطراسيه، باسكو القلع كان لاصق تما، داك القلع لاصق، وداك البوطاجي فيه شي ندوب وشي حفيرات وشي مسمرات خارجين، باين لا تراس ديال القلع بحال هكا. هذا القلع وباين هنا لا تراس ديال بانه كان محطوط في ديك البلاصه، وداك القلع فيه 60 سنتيم على 40 سنتيم، والبلاصه فيه كان محطوط متراسيه تماما بان داك القلع كان فوق داك البوطاجي. باه قال لهم انا ما عرفت دوك الميكات وداك الشيء ما عرفتهمش، شافهم تما خلوهم في لامورغ. والدري قال ايه هذاك القلع ديالنا كان هنا في دارنا، ولاو هذاك القلع ودوك الناس ولاو من المحجوزات.
نجمعوا حجة تناقض الكلام ديال داك السيد. هاد الحجج هادي تتناقضوا، الخاتم، هضرة المرأة، البلاستيك، هاد الحجج بداو تيجمعوا فيهم حين تيجمعوا حين العربي ومن معاه في واحد الوقت اللي ما كان عندهم حتى حاجه، ما عندهم حتى شي حاجه، جثه مرميه في الخلا في واحد الغابه، مرميه في واحد الجرف ما فيها حتى حاجه، الراس حتى هو ما كاينش شي تمام، الراس ما كاينش اللي هو مهم غيكون. حتى نقول واحد القضيه بانه النتيجه اللي عطاو التشخيص القضائي على لي زامبرانت ديال المراه ما عطاتش شيء، ما عطاتش مثلا الرقم ديال البطاقه الوطنيه ديالها ولا شي حاجه، ما عطاتش. الغريب في الصدف ما عطاتش. صافي ديال هاد البوليس كانوا تيبحثوا من والو حتى شي حاجه، بداو البحث ديالهم من والو، عندهم داك الخويتم، عندهم ديك الميكات، عندهم شي مرا قالت راه خليت لها الحوايج وما داتهم شيء، عندهم واحد النقيطه ديال الدم، جات المختبر في ذاك الوقت راه خصها واحد 15 يوم عاد ترد الخبر ولا اكثر، واش دم المراه ماشي دم المراه، واش كذا واش كذا، وماشي مهم هذيك النقطه، هي دم المراه جرحت فاش كانت تتسيق ولا كانت شي حاجه. الخاتم ماشي ديالها، ماشي ديالها، وشكون اللي غيقول ديالها؟ يعني راجلها هو نكر قال ماشي ديالها. واش هي مرته ولا ماشي مرته؟ ولكن القلع دار مشاكل. ذاك القلع اللي تهز من فوق البوطاجي ودار فيه واحد الرجل خلق مشاكل. السيد ردوه الكوميساريه وبقاو تيبحثوا معاه. تنقول لكم هذا البحث راه سائر، راه بدا من الصباح من جابتوا البوليس وما خدامين به، طاح الليل وما خدامين مع السيد. راه ما كاين سير الغدا بلا تيسمح لينا، البحث خدام معاه، سائر البحث معاه. هنا باش يعرفوا واحد العمل ديال الضابط القضائي والشرطه القضائيه، راه ماشي خدامين ومن بعد لا، صافي بقات غادا تشدات ما كاينش طلق، بقاو غاديين معاه. هاد السيد كما قلنا واحد السيد نافذ في البلاد، تابع واحد المؤسسه ديال الدوله كبيره ومؤسسه مسؤوله. هنا السي حلمي لما جابو وعرض عليه قال له ودي شوف هاد الميكرا ديالكم وهاد الخاتم راه ديال مراتك، لان الدري فاتني قلت لكم الدري تعرف على الخاتم، قال لهم هذا ديال ماما. الراجل تيقول الخاتم ما عرفتوش، الراجل تيقول هاد الميكا ما عرفتهاش، الدري تيقول الميكا كانت هنا ولقاو الميكا مثبته بان هذيك هي بلاصتها. ولكن السيد اش تيدير؟ تيساي بقى ساهي وتيقول له هذا جاوبنا نعم، قال لا انا ما عرف والو، خدام على الانكار، ضربها بالكره. لقى السي حلمي شي تليفونات من بعد الناس نافذين في البلاد تيسولوا عليه، تيقول لي هذاك السيد اش عنده، وماشي غير تيسولوا عليه تيشكروه، تيقول لك السيد راه ما يديرش. وكانوا تيحضروا السي حلمي تيقول له رد بالك تكون داك السيد راك بغيتي تشدو غا هكاك ولا بغيتو تدخلوا في هاد الحاجه هو ما دايرها شي، راك تحمل مسؤوليتك. كان شويه ديال التهديد مبطن، عرف اش تدير الشريف؟ هذاك السيد راه تنعرفو راجل مزيان، الله يعطيك الصحه، الا كان دايرها ديالها ما كانش دايرها، تحمل مسؤوليتك. السي حلمي عرف اش تيديروا الناس اللي ما عارفين اش تيديروا وغاديين بالبحث. هنا طلبوا من واحد مسؤول من هذيك المؤسسه اللي تابع ليها، قال لها سيدي هذا السيد تيخدم عندكم وتيقول ديك الليله كان بيرمانونس، الليله في الصباح ديالها صبحت المراه مرميه، هذا السيد تيقول هذه ماشي مراته، وهذا السيد تيقول بانه كان بيرمانونس، واش عنده في العمل ديالو شي بيت تيبات فيه او تيجلس فيه فين تيدير لا بيرمانونس، او شي مكتب ولا كذا؟ قال ايه عنده واحد البيت خاص به تيناس فيه تيكون بيرمانونس، إلا احتاجوا هي اللي ما احتاجش يرجع يناس. قال خصنا نشوفوه. علموا السيد الوكيل العام، السيد الوكيل العام عطى التعليمات ديالو، والسلطه ديالو راه هي على سلطه قضائيه. السيد الوكيل العام اللي ربط ديك الساعه بيان سور السيد الوكيل العام قال لهم سيروا انتقلوا لعين المكان. انتقل السي حلمي والمساعدين ديالو والسيد المعني بالامر الى ديك المؤسسه وسمحوا لهم باش يدخلوا، وبحضور الرؤساء ديالو حلوا داك البيت ديالو. تلقاو فيه الباليزه ديال المراه، تلقاو واحد الصاك ديالها كبير ديال الحوايج، تلقاو كاع الحوايج اللي قال لك خينا هزاتهم وهربات. لقاو حوايج هاد اللبس، لقاو الذهب ديالها، لقاو الملتزمات ديالها، لقاو الصاكه ماكياج ديالها، لقاو كل شيء كاين تما. هنا
الضربه القاعديه، الضربه القاعديه، ما السيد سكت، ما عنده ما يقول. جمعوا داك الشيء كله، والمعامله تبدلات مع السيد. بقات هي ديك المعامله ديال تفضل تفضل، ولا لقاو عليه القبض، الا غنقول لقاو عليه القبض، ولا السيد داروا له الاصفاد وجابوه. لما جابوه قال ليه السي حلمي غنسولك سؤال واحد دابا تجاوبني عليه، فين هو الراس؟ الراس ديال المراه فين هو؟ وهذيك راه مرتك. بقى تيبكي وبقى تيشق بالبكاء، بقى تيبكي حتى طاح على الارض، طاح، وبقاو تيكبوا ليه الماء على وجهه، وداك الشيء رجعوا جلسوه. وهنا تندير واحد الخرجه، بزاف المجرمين تنكونوا نبحثوا معاهم، راه هادشي تعرفوه، ضباط الشرطه القضائيه بالدرك والبوليس، تكون تبحث معاه، ولما تتبلوكيه وتحط ليه الحجج ثابته، ولما كيما غنقولوا غيتزير، لما ما تيلقى مخرج من يلوز وتيحصل تيعطيها البكاء. قبل الاعتراف تيكون البكاء، قبل الاعتراف تيبقى يبكي وتتسكتي قبل الاعتراف، وتتسكتوا وتتمسح ليه وجهه وتتبردوا، تعطيه قرو كميه وعطيه يشرب، تقول لي يلاه قول شنو كاين. قال لي من راس كاين، وانا اللي قتلتها، انا اللي قتلتها وبراتي هذيك، وانا اللي قتلتها. ما لقى ما يقول. علاش قتلتيها؟ وهنا حتى نتوما اعزائي غتسالوا وعلاش قتلها. هاد الراجل كيما قلنا كان واحد الراجل نافذ، وكان واحد الراجل تيلعب الكره، كان كويري كبير معروف في الرباط، عنده نفوذ كثيره، تابع لواحد المؤسسه كبيره في الدوله. هذا الراجل كان مجوج، هاد السيده هادي جوجها 16 عام، هو مجوج بها. تخيل 16 عام ما عرفش الخاتم ديالها، تخيل 16 عام ما عرفش الجسد ديالها. ربما نقولوا الخاتم ما كانش تيديها فيه، نقول الجسد ديالها عمر ما رد بالو، عايشين في الحشمه والوقار كذا كذا والاحترام. من نهار تزوج بها يمكن ما عمرو شاف الجسد ديالها. عاريه ما يمكنش، يمكن ما شافها عاريه، يمكن الله اعلم. الناس القدام بحالنا ولا والدينا يمكن انا بعض المرات كانت تجي شي مناسبه وتيكون الصهد في الدار، والوالده تلبس غير شي حاجه حد هنا، وتلقى الوالد يمكن راك بحال عاد شافها، تيقول لها مالك كتاب تما، مالك شنو عندك من فوق؟ تقول لي الثاني بعد شفتيها ولا راه فيها شحال هذه، ما رجلك تما. يمكن اللي ما تيشوفش مرتو ديما مثلا حيد حوايجها، يمكن بيناتهم الحشمه والوقار، واحد الوقت يقول لها مالك تما، شنو عندك تما؟ مالك تما مضروبه ولا مالك عندك منفوخه؟ يمكن الراجل ما شافش ليها الدات ديالها كامله، ولكن بزاف باش يقول ما عرفتش الدات كامله، ما عرفتهاش هي قدامه محطوطه، يمكن ما عرفتش واحد الجهه ما عرفتش يديها منفوخه، ما عرفتش يديها عندها شي زروقيه ديما شي تحيمه ما كنتش تديها فيها، شافها انا كبرت عندها يمكن، ولكن الجسد كله ما يمكنش. بين بانه عنده علاقه بهذه الجريمه، لما ما قالش يوم حيدوا لي زار، ما قالش يوم وغطيو له وجهها كما قلت لكم.